السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، يلا حيهم. والله يا عيال مصور بس عشان حاجة دايم تتكرر وأشوفها في صلاة المسافر، وهذا خطأ يسوونه الأغلب. فأنا أتمنى اللي يشوف هذا الفيديو يعني إذا كان هو يسوي الحاجة هذه يعني ترى فعله خطأ، وإذا يعرف أحد يسوي الشيء ذا يذكره بالله وأن الفعل هذا خطأ. باختصار شديد جدا، أنت الحين بتصلي صلاة مسافر، الإمام اللي قدامك ما تدري هو وش هو مسافر هو مقيم. فلنفرض مثلا كان يصلي المغرب وانت بتصلي العشاء ركعتين، الاغلب جهل منهم ايش يسوي؟ يصلي الركعه الاولى والركعه الثانيه ويجلس وينتظر الامام لين يقوم، يصلي الثالثه ويسلم بعدين يسلم معه، او انه يسلم يخلص التحيات ويسلم، وهذا خطا. ما وضع الامام الا ليؤتم به. انت ايش تسوي في الحاله هذه؟ المفروض يا انك تصلي الحال مسافر او تتقدم قبل الناس، بس اذا دخلت ابني على النية انه الرجال مقيم، ما تدري انت ايش يصلي، هل هو مسافر، هل هو بيقصر، هل هو بيجمع. فخلك على قولهم خلك يعني شيء انت متأكد منه، تصلي طال عمرك 4 ركعات، بعد ما يخلص تقوم تصلي الركعة الرابعة وتسلم. ان شاء الله انه الشرح واضح. انا ادري يمكن بعض الكلام دخل في بعضه يعني، لكن والله اني دائما اشوفه وما في احد اقابله الا مثلا ايش اذكره بالموضوع هذا. فهذا خطأ يا اخوان، خطأ خطأ خطأ، انتبهوا. وبالنسبة للحركة هذه اللي أنا ذكرتها حقت الصلاة، الناس عندها إشكالية ترى، تخلط بين الموضوع هذا اللي يسوونه اللي هو خطأ، إنك تصلي صلاة العشاء مع المغرب، أو العكس. أنا أشرح لكم الحين كيف إيش الصحيح. الفعل هذا في حالة واحدة بس مستثنى وصحيح. أنا مثلا رجال أبغى أصلي المغرب، لاحظ، أبغى أصلي المغرب الفريضة، لا جمع ولا قصر ولا شيء، وجيت مع إمام كان يصلي العشاء، هو بيصلي كم ركعة؟ 4 ركعات، وأنا فريضتي المغرب 3. فمسموح لي في هذه، مو مسموح لي إلا لازم تسوي زي كذا أصلا. لو وصلت الركعة الثالثة تجلس وتسلم، أو تنتظر لين يسلم وتسلم معه، يعني أنت مخير. والراجح أنك تقعد للأخير. والله العالم الناس تخلط بين هذه وحقة المسافر، فحقة المسافر خطأ وهذا الفعل صح، اللي هو إذا أنت تبغى تصلي المغرب، أنت بتصلي المغرب مع إمام قاعد يصلي العشاء وبيصلي العشاء كاملة 4، فأنت في هذه الحالة طال عمرك لا جات الركعة الثالثة تجلس وتقرأ التحيات وتسلم، أو تجلس لين يسلم الإمام بعد الركعة الرابعة. أتمنى أنه يكون الشرح واضح، والله يوفقكم. والصلاة يا إخوان ترى أمرها عظيم، لازم نهتم فيها. ترى إحنا يوم نتكلم ونقول الصلاة الصلاة الصلاة، ترى عشان أمرها عظيم يعني، وإذا صلحت صلح سائر العمل. الله يوفقكم.